هتحطي قشر الاستفندي في الخلاط والنتيجة هتبهرك جدا. لو عايزة تعرفي المقادير وطريقة التحضير تابعيني على قناة قدورة فود، قدورة بالعربي فود بالانجلش، عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة على طول يا رب. وحشتوني من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده حاجة جميلة قوي قوي حلوة قوي وبمكون كلنا بنرميه. أول حاجة عايزة أقول لك إن أنت لو عندك قشر استفندي يبقى عندك كنز في البيت، ما ترميهوش. جمعيه كده واغسليه وحطيه في قلب الكبة وفرميه وفرزيه. بتحتاجيه بقى في كيكات، في بسكوتات، في جميع انواع المشويات، بتحطيه في جميع ساعات كتير قوي. بنحطه في ننضف بيه الطيور، وكمان بنحطه في بعض انواع الرز المبهر واللي بخلطات. معايا النهارده هنعمل كيكه اليوسفي والاستفندي، سواء الاستفندي او اليوسفي زي ما بيسموه المصريين. او اي حاجه قبل ما ابدا معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حبتين استفندي بقشرهم كده اهو، حبتين استفندي بقشرهم، وانا مقطعاهم كده عشان اللهم صل على سيدنا محمد، عشان اتخلص من البذور اللي فيه كلها. بصي كميه البذر اللي انا مطلعاها دي، كميه البذور اللي انا مطلعاها. يبقى حبتين استفندي بالقشر بتاعهم اهو كده، واربع حبات مقشراهم، واربع حبات مقشراهم. وطبعا انا برضو اللهم صل على سيدنا محمد مقسماها كده عشان اقدر اخلط. قبل اي حاجه هخلط الحاجات دي كويس جدا جدا في قلب الخلاط، وهنرجع لك ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي هنبدا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انك اعلم غايتي وانت وسيلتي، دعوه عبد دعا ربه اني مغلوب فانتصر. بصوا انا دلوقتي عملت انا الخلاط طحنت اربع استفنديات، اربع حبات استفندي من غير القشر، واتنين بالقشر واللحم بتاعهم. خلاص كده بقى عندي السائل اللي هو بديل اللبن. بديل اللبن. عندي كوبايه الا ربع زيت على سمنه، نص زبده، وحطي الماده اللي انت عايزاها. تحطي سمنه بس ماشي، تحطي زيت بس ماشي، تحطي زبده بس ماشي، تحطي سمنه على زيت او زبده على زيت زي ما انا عامله كده اهو. حاطاها هنا كوبايه الا ربع، نص زبده وربع زيت ذره. انت حطي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها. تمام كده. طبعا قبل ما اشتغل خالص خالص اللي ما ولعنا البوتاجاز. ادي بيضه، 2 3، يبقى كوبايه الا ربع زبده على زيت ذره، اربع حبات استفندي من غير قش واتنين بقش وضربناهم في الخلاط كويس جدا. وادي اللي بالكوبايه المعياريه ماشي. ادي كوبايه سكر، وهحط كمان ربع كوبايه، يبقى كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع سكر، وثلاث بيضات. وعندك هحط كمان معاهم. بصوا انا بحب احط البيكنج باودر كده، كيس اللي هو كيك شيف ده، هحطه معاهم كده بيبقى احسن لما تحطيه هنا. تمام. وكمان عشان اعزز الطعم هحط اللهم صل على سيدنا محمد، هحط طبعا ما فيش فانيليا بالاستفندي، فهحط فانيليا برتقال عشان تعزز الطعم اهو. يبقى فانيليا برتقال، واحد كيك شيف، وهحط ذره ملح، وهحط ذره ملح. حاجه كده لا تذكر ما بين ايديكي، حاجه لا تذكر ما بين ايديكي. شايفه شويه الملح قد حبه صغيرين جدا. وهضرب ده في الخلاط كويس جدا. هضربه كويس جدا عشان يمتزج كله مع بعض. هضربه كويس جدا جدا عشان يمتزج كله مع بعض.
شايفين يا حبايبي بقى لما ضربتها كده في الخلاط، بصوا شايفين عامله ازاي؟ شايفين البيكنج باودر لما بيتضرب بيدي نتيجه احلى بكتير لما تضربيه مع المكونات. عايزه اقول لك ريحه جميله جميله جميله. وزي ما قلت لك انا مشغله الايه الفرن قبل ما ابتدي خالص اعمل اي حاجه. معايا هنا اهو كده. شوفوا انا دوت العجينه على فكره طعمها رائع رائع رائع. كوبايتين ونص دقيق منخولين كويس قوي وعليهم معلقه كبيره نشا. كوبايتين ونص دقيق وعليهم معلقه كبيره نشا. والنشا هنا بتدي طراوه للكيك بتاعنا قوي قوي. لو انت عايزه كيك مرتفع قوي حطيه في مقاس اقل من المقاس المعتاد. هحط بقى الخليط كده على الدقيق وهقلب من فوق لتحت لحد ما الدقيق يمتزج كله مع الخليط دوت. خلاص اهو. تقلبي ازاي؟ من فوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق لحد ما تحصلي على القوام اللي انت عايزاه. ورجعت لكم حبايبي بعد ما قلبت الخليط كويس جدا. اجيب مقاس صينيه مقاس 26. شايفين؟ بعد ما قلبته هنزله كده اهو. زي ما قلت لك لو عايزه الكيك بتاعك مرتفع، لو هو انت المقدار بتاع 28 عايزاه مرتفع حطيه في 26. لو انت عامله مقدار 26 عايزاه مرتفع قوي حطيه في 24 وهكذا. ما تقلقيش. لو انت عايزاه مرتفع قوي هحط في مقاس اقل من اللي انا متعوده عليه. بسم الله ما شاء الله الكيكه باينه. بتبان يا جماعه فايره كده من غير ما تخش الفرن ولا حاجه، فايره لوحدها كده. اللهم بارك. هحطها على الرف الوسطاني على الشبكه ماشي على 180 درجه. الرف الوسطاني اللي على الشبكه ولمدة 35 دقيقة. ما افتحش عليها الا لما اشم ريحتها. ما افتحش عليها قبل 35 دقيقة. شايفة منظرها عامل ازاي؟ اللهم بارك. بصي منظرها اهو. شايفة؟ بصي منظرها عامل ازاي؟ منظرها تحفة يا جماعة. لونها وطعمها وهي نية والله جميلة جدا جدا. بصي فايرة ازاي وجميلة ازاي. اللي مخليها بقى فايره كده علشان معلش انا الاضاءه عندي فيها مشكله. يعني انا بعمل كده الاضاءه فيها مشكله جامده قوي عندي. شايفه منظرها عامل ازاي؟ بصي شكلها عامل ازاي. انا عماله اوريها لك بكشاف صغير عشان الاضاءه عندي بايظه خالص خالص. طيب هنحطها بقى في الفرن زي ما قلت لك على فرن 180 درجه على الرف الوسطى. دلوقتي يا حبايبي الكيكه بتاعتنا طلعت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين عامله ازاي؟ شكلها يشهي بيشهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين منظرها عامل ازاي؟ انا بحب اقطعها الصراحه كده سمبوكسات كده بيبقى منظرها اشيك واجمل. شكلها حلو قوي. شايفه المنظر؟ بصي منظرها عامل ازاي. بصي جميله جميله جميله. وعلى فكره هي لسه سخنه، يعني انا المفروض اقطعها اصبر عليها لا، بس عشان اوريها لك. بصي منظرها بسم الله الرحمن الرحيم. بصي علوه ايه. بصي المنظر. بصي علوه ايه. شايفه شكلها. بصي الدخان. طعمها جميله جدا. طعمها جميل جدا جدا. بصي المنظر. بصي هي علوه ايه. شايفه. بصي وطعمها في منتهى الجمال. وزي ما قلت لك لو عايزاها عاليه زي دي كده حطيها في مقاس. لو انت عاملاها 26 حطيها في مقاس 24، يعني قللي المقاس شويه تطلع لك عاليه. لو عايزاها مش عاليه حطيها في المقاس اكبر شويه تطلع لك رقيقه. بس طبعا الكيكه معروف ان هي بتبقى عاليه. بسم الله. طعمها جميله جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.